بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام بكل خير. في يوم 22 ديسمبر من عام 1991 المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا 11 للأندية أبطال الدوري. المباراة النهائية تجمع الهلال السعودي الاستقلال الإيراني في الرياض أم في طهران. مواجهة ساخنة راح تكون، ضربة حرة مباشرة للهلال. صادق وار يستعد والتهيأ للأمام، وهاجم فيه نادي الهلال السعودي. في الجهة اليمنى ملعوبة عالية يشيلها على طول مهدي فنوني. حسين الحبشي فوق التمياط يحصلها على وجود تسلل. يوسف ثنيان، يوسف يمررها للأمام، متقدم فوق التمياط يحاول معاه شاهين بياني في خطأ. حائط لا شك مكون من لاعبين طوال القامة مانعين حتى مجرد الرؤية ربما ليوسف جازع ويوسف ثنيان، لكن من الممكن يشكل خطورة. ثنيان ما تمر حائط من لاعبين طوال القامة، لا ولكن تنقطع. حصل عباس سرخاب اللي يحاول يتخلص من لاعب، يتخلص بالفعل، لعبها للأمام، تطلع برا الملعب سريعة، تطلع برا الملعب. حكم المباراة يقول ما في شيء، اللاعب الإيراني طايح على أرض الملعب. كرة مع الاستقلال، الآن يصفر سيداتي آنساتي سادتي حكم المباراة، وأنهى الشوط الأول من لقاء الهلال والاستقلال في المباراة النهائية. توصل إلى سفوق التمياط، محاولة هلالية في الجهة اليسرى من الملعب. سفوق خلص من لاعب، لعبها للأمام، راية مرفوعة. خالد تيماوي، يوسف ثنيان، تيماوي مرة ثانية، يوسف ثنيان، كرة للأمام جهة يوسف جازع، حصلها سعد مبارك، سعد يلعبها جهة يوسف ثنيان، التيماوي يحاول ولكن تنقطع. ما الذي سوف يحدث بالنسبة لنتيجة مباراة الريان والشباب، المباراة التي لم تكتمل؟ يوسف ثنيان يحاول الآن، كرة اللعب عالية، ونادي الاستقلال يحاول دائما. هذه محاولة الاستقلال تنحط، جول الاستقلال. المباراة كان ينقصها هدف. الآن الهلال السعودي لن يرضى بهذه النتيجة. الاستقلال الإيراني هدف، الهلال السعودي لا شيء. أول هدف إذا يدخل مرمى نادي الهلال السعودي، الهدف اللي شفناه قبل شوية من أمير عباس. قادمة رمية تماس اللعب، التيماوي، خالد تيماوي طلع برا الملعب، في تغيير. يجري مدرب نادي الهلال، خرج من أرض الملعب خالد التيماوي، ونزل بدلا منه اللاعب مشاري العويران. هدف للاستقلال الإيراني ولا شيء للهلال السعودي. دقيقة 19 الشوط الثاني من المباراة. رضا حسن زادة، وكرة منقولة للأمام للهلال، تنلعب عالية،
يحاول يوسف جازع، سيدنهو يحاول يعزز الناحية الهجومية، وفي خطأ ضربة حرة مباشرة للهلال. لاعبي الفريقين مشتركين في اللعبة هذه، 11 لاعب الاستقلال الإيراني راجعين كلهم. يوسف ثنيان، يوسف يلعبها للأمام، تلحق جول! ثنيان على التوالي، ثنيان على التوالي، يوسف ثنيان على التوالي، نفس اللعبة ونفس المشهد ونفس المنظر، ثنيان على التوالي. شوف 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 مرة ثانية، شوف مرة ثانية، جول الهلال، جول الهلال، جول الهلال السعودي، هدف التعادل. تكرر ما حدث في المباراة الأولى بين الفريقين من يوسف ثنيان، هدف لهدف. كرة اللعب عالية وخطرة أيضا للاستقلال، فيها خطورة جدا، هذه تنحط وتصطاد وتطلع برا الملعب، ضربة ركنية. فهد الخشان يحولها، حصلها يوسف ثنيان، سعد مبارك إلى الخشان، هاجم الهلال، الخشان يتقدم يشوت في المباراة النهائية. كرة تمر مشاري العويران، مشتركة مرة ثانية، تطلع برا الملعب، ضربة ركنية. لعبة خطرة للهلال، الخشان في الجهة اليمنى وهاجم الهلال. بعد الخشان يحاول يمر، يتخلص بالفعل من لاعب ويلعبها للأمام، تمر يوسف ثنيان، ولكن في راية. اللعب عالية، شوف دائما جهة مهدي فنوني، والتحول ولكن يتابعها على طول مشاري العويران. وهذه الصفارة تنهي الوقت الإضافي الأول، ولا زال التعادل مستمرا. تغيير على طول، الوقت الإضافي الثاني، الاستقلال في الجهة اليمنى، الهلال في الجهة اليسرى. يوسف ثنيان يلعب بالضربة الركنية، يشيلها على طول مدافع. حكم المباراة طالع ساعته، راح يصفر راح يصفر راح يصفر، صفر، خلاص خلاص خلاص، حكم المباراة أنهاها. الشوط الأول، الشوط الثاني، الوقت الإضافي الأول، الوقت الإضافي الثاني، باستمرار التعادل ما بين الفريقين. الأولى لنادي الاستقلال الإيراني. شوف الآن، شوف الضربات الترجيحية تقف مع من يسجل، من يضيع. رضا حسن زادة داخل، وخالد الدايل في مرماه، رضا يشوت برا، ضيعها. رضا حسن زادة ضيع الضربة الترجيحية الأولى. شوف 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 مرة ثانية، شوف مرة ثانية عالية برا الملعب. نفذ الضربة الترجيحية الأولى للهلال. حسن الحبشي يتقدم يشوت برا أيضا، برا برا برا. قدم صادق الآن يشوت، جول، شوت، جول 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 جول، ما يضيع ما يضيع. اللاعبين الكبار لا يهابون مثل هذه المواقف. ويعني يوسف ثنيان يسجل للهلال، فنوني تقدم شوت، جول، سجل ايضا مهدي فنوني، قدم الان شوت، جول 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 للهلال. يسجل يوسف جازع الضربة الترجيحية الثالثة للهلال. شوف يوسف جازع قوية على يمين أحمد رضا عابد زادة، عدروبي شوت برا، برا الملعب، برا الملعب، برا الملعب. منصور يتقدم يشوت، جول 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 الهلال، جول الهلال، جول الهلال. شوف منصور الأحمد مرة ثانية،
يسجل الضربة الترجيحية الرابعة. لا شوف عباس سرخاب يشوت. هلالية هلالية، البطولة هلالية. الهلال بطلا للبطولة الآسيوية 11. خلاص بضياع الضربة الترجيحية الخامسة من عباس سرخاب، الهلال بطلا للبطولة الآسيوية 11. مبروك 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 الهلال. هارد لك الاستقلال، هارد لك الاستقلال الإيراني. الهلال السعودي البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري كإنجاز آخر لكرة القدم السعودية. ومبروك مبروك ألف مبروك للهلال السعودي. الميداليات الذهبية وكأس البطولة إلى كابتن فريق نادي الهلال السعودي منصور الأحمد. منصور الأحمد يرفع كأس البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. وكأس البطولة الآسيوية طبعا كأسين، هناك كأس تذكارية أيضا لبطل هذه البطولة، وكلها لنادي الهلال السعودي، وكذلك الميداليات الذهبية. سعد مبارك، خالد الدايل، يوسف ثنيان، يوسف جازع، هؤلاء هم أبطال آسيا، وهؤلاء هم نجوم آسيا، أبطال البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. الدايل، الحبشي، حسن لمشان، منصور الأحمد، طارق العوضي، منصور الموينع، سعد مبارك، التيماوي، مشاري العويران، صفوق الطمياط، يوسف جازع، يوسف ثنيان، وفهد الخشيان، وكل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. كأس البطولة الآسيوية في الهلال وفي الرياض وفي العاصمة السعودية الرياض، التي سوف تستقبل أبطال نادي الهلال العائدين والمتوجين من الدوحة مرة أخرى كأبطال البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. لا زالوا أفراد ولاعبي نادي الهلال السعودي يتقلدون الميداليات الذهبية لفوز نادي الهلال بكأس البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. مبروك الهلال، مبروك الهلال، مبروك الهلال.